الآن نأتي إلى الأمثلة التي لن نغادر منها شيئا في القرآن إلا سنذكر بإذنه تعالى، والتي توضح الكلام المجمل الذي ذكرناه منذ بداية الحلقة إلى الآن. انظروا بارك الله فيكم إلى كلمة آمين في سورة المائدة: ولا آمين البيت الحرام. آمين، انظروا: ولا آمين البيت الحرام. لما أقول آمين انظروا إلى هذه الألف إن نظرنا إليها مع الهمزة قبلها فهذا مد بدل، والبدل يمد بمقدار حركتين. وإن نظرنا إليها مع الميم المشددة التي بعدها هذا مد لازم كلمي مثقل يمد بمقدار 6 حركات. نطبق القاعدة: أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال فبدل. إذا ماذا نفعل؟ وسببا مد إذا ما وجدا فإن أقوى السببين انفردا. هنا على الألف انطبق اللازم والبدل. من نقدم ومن نؤخر؟ من نعمل ومن نهمل؟ نعمل اللازم ونهمل البدل عملا بالقاعدة التي ذكرها أئمتنا والتي شرحت لكم على أي شيء بنيت. نرى على اللوحة التالية اجتماع اللازم والبدل. إذا اجتمع اللازم والبدل على حرف مد واحد أعمل اللازم، ليه؟ لأنه الأقوى، وأهمل البدل، لماذا؟ لأنه الأضعف، عملا بقاعدة أقوى السببين، نحو آمين، الله، الآن، الذكرين. لاحظتم بارك الله فيكم هذه الأمثلة الأربعة التي ترونها أمامكم؟ انظروا إلى الألفات التي لونت بالأحمر، فإن أخذناها مع الهمزة قبلها هذا بدل، وإن أخذناها مع السكون الذي بعدها سواء كان سكونا مشددا كالميم في آمين، واللام في الله، والذال في الذكرين، فإن هذا مد لازم كلمي مثقل. وإن كان الحرف الذي بعد الألف ساكنا وليس بمشدد مثل الآن، أيضا هو مد لازم كلمي ولكن مخفف، وكلها الأربعة تمد بمقدار 6 حركات. إذن أهملنا مد البدل، يعني لم نمد هذه الألفات بمقدار حركتين، بل مددناها بمقدار 6 حركات على أنه مد لازم.